بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم صحة يا رب العالمين. النهارده بقى الفيديو بتاعنا الجديد ان شاء الله باذن الله يعجبكم. هنعمل كده نفرز كده حاجات ان شاء الله، افكار حلوه جدا جدا من الفراخ، تفريزات الفراخ ان شاء الله باذن الله تعتمديها وتفرزيها بقى رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين وبأتم صحة يا رب العالمين. لو انت اول مره بتشوفيني يا ريت بقى لو تحطي لي اللايك، تنزلي كده تاخدي لك لفه في القناه ان شاء الله باذن الله تعجبك، تشتركي بقى فيها والعيله كده الجميله تزيد بيكي يا ست الكل. واهلا وسهلا بكل حبايبي الجداد اللي شرفوني وزادت القناه نور بيهم. يا رب كده اكون تحت حسن ظنكم. يلا بقى بينا نبدا كده الفيديو ونسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. واول حاجه دي الفراخ بقى يا حبايبي اللي انا مربياها، التربيه اللي انا وريتها لكم الدوره اللي فاتت ما شاء الله اللهم بارك، جميله وزي العسل. ذبحت كده 5 فرخات، والفرخه بقى اللي هي السادسه دي كانت اصغر منهم صراحه شويه. فانا كده يعني نظفتها وسبتها لوحدها، سبتها اسفل لوحدها كده يوم او يومين، لقيتها صراحه ممكن يحصل لها حاجه او تخس او تزعل بقى ان هي لوحدها، فانا ذبحتها كده بعدهم. لكن دولت كان حجمهم حلو اللهم بارك، كانوا يعني 2 كيلو ونص، وكان فيهم 2 كيلو وربع وكده. فانا ذبحتهم ونضفتهم كويس جدا زي ما احنا شايفين، وعملتهم كده في محلول نقع، ميه كده وملح وشويه من الليمون. وبعدين بقى صفيتهم خالص من الميه وشلتهم، وكمان جبت بقى حبيتين 3 كده من الليمون. بدات ان انا ادعك كده بيهم الفراخ بتاعتي كلها عشان يبقى هي كده خلاص اتنقعت وبقت زي الفل. نقطعها بقى وبعدين نحطها في الاطباق والكلام ده، نعمل منها اللي احنا عايزينه، وبعدين بقى نفرزها نطلعها كده تبقى ريحتها كده زي الفل زي ما احنا عملناها بالظبط زي ما هي في ايدينا. نطلعها من الفريزر كمان حطيت كده بوله فيها الكبد والقوانص والرجول بتاعه الفراخ. في ناس كتير طبعا مش بتحبها، لكن هي بتبقى حلوه جدا، يعني انا صراحه مش باكلها، بس عملتها كده بطريقه ولادي حبوها ان شاء الله باذن الله. هنجربها مع بعض باذن الله لما اجي كده اعملها. خلاص زي ما احنا شايفين بقى مع بعض، جبت بقى كده سمي الله بقى كده، وجبت اول طبق. انا كده الاطباق دي اللي انا كنت جايباها في الفيديو بتاع المشتروات اللي نزل اللي امبارح، يا ريت اللي ما شافوش يروح يشوفه، فيديو فيه افكار حلوه كتير. زي ما احنا بقى شايفين جبت كده الاطباق وجبت الاكياس اللي هي المناديل دي، حطيتها بقى، حطيت طبق كده فيه الكبد والقوانص، الكبد لوحدها والقوانص لوحدها. ليه بقى؟ الكبد دي ممكن يبقى صراحة أنا ما وزنتهمش، بس هم تقريبا يعملوا حوالي 350 جرام ولا حاجة. ممكن كده أبقى أجيب مثلا ربع كيلو عليهم وأعمله كده أكلة. ممكن برضو لو أنت عدد أفراد أسرتك يعني بسيط، ممكن دي تكفيكي تعمليها كده مع مكرونة. تعملي يعني شوية كبد كده، بتحطي لهم بقى فلفل أخضر كتير كده تزودي بيهم الكمية، وتعمليها كده مع شوية مكرونة أو عيش بلدي. زي ما احنا إن شاء الله بإذن الله هنجرب كل حاجة والوصفات هنعملها مع بعض واحدة بواحدة. كمان القوانص حطيتها كده في طبق لوحدها، بس طبعا انا الكميه دي مش هتنفع، لان انا بجيب كميه حلوه من القوانص، كميه يعني كبيره، لان انا بعصقها وبستخدمها في كل حاجه. انا تقريبا اليومين دولت خالص مش بجيب اللحمه اللي هي المفرومه، سعرها غالي، اللي هي حتى اللحمه المجمده سعرها 220 جنيه، فغاليه طبعا، وكمان 230، فبرضه هي غاليه خالص يعني. فطبعا انا لازم ان انا اوفر، فلما تبقى القوانص بكيلو ب65 جنيه او ب60، هي النهارده يعني وانا بصور الفيديو النهارده كان وصل 70، بس انا صراحه ما جبتهاش. اخر مره كنت جايباها على 60 جنيه، فحلوه جدا بستخدمها في حشوات وبعصج منها، بعمل اللي انا عايزاه. كمان بقى حطيت كده الرجول متنضفه وزي الفل زي ما احنا شايفين مع بعض. حطيتها كده بقى، بس طبعا انا مش هعملها اكله لوحدها، لكن انا برص كده الحاجه جنبي. نيجي بقى دلوقتي، جبت كده اول فرخه، جبت واحده واحده عشان إيه يعني ايه ما الخمش نفسي كده، وابدا ان انا كل حاجه تبقى مترتبه معايا. جبت كده الفرخه، بدات ان انا افصل كده الصدرين عن الوركين زي ما احنا شايفين مع بعض، بقطعهم كده بالسكينه وحركن الصدور خالص لما اتخلص خالص من الوراك. يعني الاوراق بتاعتي دي هعملها ازاي؟ هعمل كده معايا، هفصلها كده من النص، يبقى انا كده معايا 10 اوراق، وهرجع تاني الورك كده اللي معايا هفصل كده الدبوس عن الفخده دي، وبعدين يبقى كده معايا 20 قطعه. يبقى الخمس فراخ طلعوا لي قد ايه؟ طلعوا لي 20 قطعه. دلوقتي بقى ان شاء الله بعد كده ما هفصل كل الكلام ده عن بعضه، واظبط كده كل الاوراق بتاعتي بنفس الطريقه دي، هديهم كده شطفه عشان بس ايديا طبعا هما منوعين كويس، هديهم بس شطفه كده، وبعدين هاجي بقى ان انا ارصهم في الاطباق عشان الحاجه اللي برصها اخلص كده منها واركنها كده على جنب. معايا بقى الخمس صدور دولت هركنهم بقى. هنعمل دلوقتي ان شاء الله هنقطع وهنعمل كل حاجه باذن الله، وهنعرف ان احنا يعني ايه نحط كده كل حاجه في مكانها زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض باذن الله. وهتستفيدي بكل قطعه من الفرخه بتاعتك، وهتطلعي عدد اكلات كتير ان شاء الله باذن الله. تابعوا بس الفيديو كده للنهايه.
جبت بقى دلوقتي الدبابيس بتاعتي. انا هعمل اكله بالدبابيس بس ان شاء الله يا رب كده البصل يرخص شويه، لان انا بحب اعمل الدبابيس الفراخ بالبصل المكرمل، فبحب طبعا كميه بصل كتيره جدا يعني. ولادي بياكلوا انا شخصيا البصل اللي تحت الفراخ دي عن الفراخ كمان، يعني اللهم بارك بيبقى طعمه تحفه. فانا عشان اعمل وصفه هي الحاجه غاليه، مش هعمل بقى وصفه وهكلفها اكتر من ثمنها، لا طبعا انا مستنيه بس كده البصل يهدى شويه، يعني هخلي كده الدبابيس شويه كده معجلاها شويه في قلب الفريزر، بس لما نيجي بقى نعملها هتتفاجئوا ان شاء الله بوصفه تحفه اللهم بارك. بعد بقى ما عبينا كده عدد الدبابيس اللي انا عايزاه، انا كنت عبيت 7 دبابيس، بس الصراحه انا كنت نسيت، كنت مفكراهم 6، فهشيل برضو واحد. شلت كده واحد بعد ما خلصت خالص لقيتهم العدد كان اكبر، فوفر برضو معايا قطعتين كده في الاخر ممكن اعملهم مع اي حاجه. حتى برضو الطبق ده كنت عداه على 7 قطع، فيعني ممكن كده يبقى انا طلعت كده 3 اكلات، لكن هم المفروض يبقوا 4 اكلات. يبقى انا كده طلعت 3 اكلات مؤقتا، يعني طلعت 3 اكلات كده اوراق حلوه كده وجميله وكميتها حلوه جدا جدا. لو انت عدد افراد اسرتك بسيط او ابسط مني، ممكن تعملي كده 4 قطع في الطبق او 5 قطع بالكتير، هترمي طبعا معاكي كميه حلوه جدا جدا، يعني هتعملي حوالي 5 او 6 اطباق من الاوراق بس. مش لازم طبعا ان انت تعملي يعني كميه كبيره في الوجبه، لا اعملي كده كميات تكون بسيطه، يعني لو كل فرد كده ياخد دبوس او قطعه من اللي هي الفخده دي حلوه جدا جدا ما شاء الله، عن انك بقى تعملي تحطي الورك كامل او الصدر كامل او كل الكلام ده. لا اعملي على طول وقللي في الكميه شويه، واعملي كل يوم والتاني، يعني مش لازم يبقى يوم واحد في الاسبوع بس. مثلا تعملي يوم في الاسبوع وتجيبي كده فرختك كبيره تعمليها كده مره واحده وخلاص بقى تقعدي عليها، لا طبعا هاتي فرخه كبيره، خدي الوركين اعمليهم مع مثلا الجناح والرقبه والحاجات دي الهياكل اللي بتطلع منها، واعمليها كده في شويه شوربه مع شويه ملوخيه كده ورز بشعريه، هتبقى وصفه حلوه جدا وكل واحد ياخد يعني نايب بسيط. بعد كده بقى الصدرين قطعيهم افرميهم كده اعمليهم كفته، او قطعي منهم مثلا بانيه، قطعيهم كده اعمليهم شاورما. يعني لو انت كده عدد افراد اسرتك بسيط، الفرخه هتكفيكي مرتين وهتبقى حلوه جدا جدا ما شاء الله. والله كمان لو عدد برضو كبير، اهم حاجه ان احنا نعرف يعني ايه نوفق كده كل حاجه في مكانها. خدتكم بقى في الكلام. بعد كده بقى جبت الصدور بتاعتي، بدات ان انا افصل، معلش السكينه ما كانتش حاميه قوي معايا فغلبتني شويه في الاول. بدات بقى ان انا افصل كده الرقبه بالجناحين عن الصدر وركنته كده على جنب. هبدا بقى ان انا هحط كده الرقبه لوحدها، هفصلها لوحدها، هطلع كده الجلد بتاع الرقبه لوحده، هطلع بقى الجناح باخد كده قطعه من الكتف كده عشان تبقى الجناح شايل معاه قطعه من اللحمه، لما نيجي نعملها ما يبقاش كده جناح وخلاص. وان شاء الله باذن الله باذن الله الفيديو اللي جاي فيه وصفه تحفه اللهم بارك اللهم بارك، تنفع سفره كده من سفرات رمضان جميله جدا جدا. في الوقت ده بقى حبايبي النور كان قطع، وما كانش طبعا ينفع ان انا اسيب كده الفراخ بعد بقى ما انا بقطع، معلش بقى اعذروني الشقه كلها كانت ضلمه وكان الحته دي بس اللي كان فيها الكشاف منور، فالدبان بقى طار كده يعني ما انا اسفه جدا جدا على المنظر، يعني انا اخدت بقى كل الكلام ده وبعدين رحت بقى كده في حته نور، والكشاف كمان كان بيضلم كده، فانا حبيت بس ان انا اكمل وصفه لاني ما كانش ينفع بقى ان انا اسيب الفراخ اكتر من كده. زي ما احنا شايفين بقى انا بدات هقول لكم بس انا بعمل ايه. كل صدر باخد كده القطعه اللي فوق، اول قطعتين بيبقوا متساويين كده وجمال وزي الفل. احنا طبعا مش زي الفرارجي اللي بيقطع البانيه، احنا برضو على قدنا مهما كان. فانا باخد كده، اهم حاجه بس تكون السكينه كده حلوه وحاميه كده في ايديكي. انا حميت السكينه دي وبدات بقى ان انا اعمل ايه. كل الصدر باخده باخد كده القطعتين اللي على الوش بيبقوا حلوين كده وزي الفل متساويين ما فيهمش حاجه لا يمين ولا شمال، حاجه كده زي الفل. فكل صدر باخده باخد قطعتين 3 كده من فوق او قطعتين بس وبركنهم معايا دولت كده يبقوا البانيه. بعد كده بقى باخد كده بقى الحته اللي هي بتبقى اسمها الموزه دي، بتبقى حته كده طريه، الفص اللي بيبقى في الصدر من تحت ده برده بركنه اللي هو هعمله صوابع ستريبس. بعد كده بقى باخد اللي بلاقيه بقى قدامي، اخد كده قطعه اقطع منها شاورما زي ما احنا شايفين، غير بقى الهرت بقى اللي هو بيفضل والحاجات اللي هي بتفضل دي بحط بقى كده في اطباق جنبي، عشان طبعا كل طبق من دولت لازم هديله برده شطفه كده قبل ما اعبيه في الاطباق بتاعتي. يبقى انا كده دلوقتي معايا ايه، معايا الرقب لوحده، معايا قطع البانيه لوحدها، هنرص كل حاجه دلوقتي بقى مع بعض. معلش بقى انا اسفه
اعذروني. لما بقى خلصت خالص كنت خلصت بقى، وكان النور برضو كان لسه، والله ما كانش لسه جه. شغلت كده كشافين بس عشان كنت عايزه بقى افنش الفيديو زي ما احنا شايفين كده مع بعض. بدات بقى ان انا عبيت كل حاجه في الاطباق، غسلت كل حاجه، اديتها كده شطفه تحت الحنفيه، يعني كل طبق لوحده. بدات بقى ان انا اعبيه في الاطباق بتاعتي. رصيت بقى كده كل حاجه جنبي ورايا كده، وبعدين جبت كده شويه من الصابون وبدات ان انا اغسل الرخامه بتاعتي بعد بقى الفراخ وكده، وحطيت لها كمان شويه من الخل عشان اعقمها بقى وتبقى كده نظيفه وزي الفل. في الوقت ده انا كنت عبيت كل الاطباق. تعالوا بقى دلوقتي هنشوف دلوقتي مع بعض الاطباق اللي احنا عملناها وكل الحاجات اللي احنا بقى استخدمناها من الخمس فرخات. هنشوف دلوقتي عملنا كام طبق. زي ما احنا شايفين ده كده الكبد اول حاجه، وبعدين القوانص. وانا طبعا اتكلمت عن الكبد والقوانص وعن الرجول ان هي مش وجبات اساسيه. الكبد والقوانص هزود عليها شويه تبقى برضو وجبه اساسيه. هاخدهم دولت مع القلوب. القوانص ممكن اديها فرمه واحط عليها كده شويه من البصل واعمل بيها صينيه مثلا جلاش، ممكن اعمل بيها اي حاجه، احشي بيها سمبوسك او كده. فهي برضو ممكن تكون وجبه. لكن ادي الرقب ده بتاع الفراخ ممكن ان انا اديله كده اسلقه كده في شويه ميه لو انا عايزه شوربه، واخد مثلا الشوربه استخدمها مع محشي او اعمل بيها نص ونص كده من البشاميل. يعني ممكن استخدمها في حاجات كتير لو انا مثلا عايزه ملوخيه وعامله كده اكل ارداحي. يعني الرقب ده ممكن استخدمه. ممكن بقى تدخليه في اي اكل زي ما انت عايزه مع اي طبق. بعد كده معايا بقى 3 اطباق من الاوراق زي ما احنا شايفين. كميه حلوه طبعا كبيره ما شاء الله، يعني اللهم بارك. كل طبق فيه 7 قطع زي ما احنا شايفين مع بعض، يعني كميه حلوه. بعد كده بقى انا عملت طبقين من البانيه. انا صراحه ما وزنتش اي حاجه، انا كنت عايزه الميزان اوزن نص كيلو مثلا او الكلام ده، لكن انا ما وزنتش. انا بدات ان انا اعد كده، عديت في كل طبق 13 قطعه. طبعا حجمها حلو وكبيره وما شاء الله، فيعني اللهم بارك كميه حلوه جدا. عملت طبقين بانيه، كل طبق فيه، طبق كان فيه 13 قطعه، طبق كان فيه 12 قطعه. انا عدد افراد اسرتي مكون من 6 افراد، بس معايا طبعا اطفال وكده، فيعني ايه الكميه دي حلوه جدا جدا وتكفي اسره كبيره زي حالاتي كده. لو انت اسرتك عددها بسيط هترمي معاكي عدد اطباق اكتر من كده بكتير جدا. بعد كده كمان جبت بقى طبق كده عبيت فيه، برضو عديتهم ما وزنتش او يعني كده بعناية كده. عملت كده قطع اللي هي هعمل بيها ان شاء الله باذن الله كباب الفراخ، الكباب حله بالفراخ، او ممكن كده بحط في الرز المعمر اللي هي بتبقى قطع. باخد كده قطع من الصدور واقطعها لمكعبات. بعد كده كمان عديت صوابع الاستريبس، تقريبا كانوا حوالي 20 او 22 صباع من الاستريبس، كمية حلوة جدا جدا طبعا. وكمان عملت طبق اللي هو الشاورما، ده كان نص كيلو من الشاورما. والطبقين اللي هي بتاعت الأجنحة دولت طبعا 10 أجنحة، دولت هعملهم برضو في وجبة. وكمان الوجبة اللي هي بتاعت الهارت بتاع الفراخ هعملها بقى كفتة أو هفرمها، هعمل بيها أي حاجة. زي ما احنا شايفين مع بعض ما شاء الله اللهم بارك، طلعوا لي كميه حلوه جدا جدا. انتوا بقى انا نسيت العدد، عدوا بقى انتوا. وكمان بقى زي ما احنا شايفين الجلد بقى بتاع الرقب، وايه كمان معاه اللي هي الحاجات اللي بتبقى إيه الهياكل اللي طلعت بعد ما خليناها كلها. عملتها بقى، حطيت لها شويه فصين كده من الحبهان، ورق لورا، بصلايه، طماطمايه، جزرايه، وعملت احلى شوربه اللهم بارك. كميه شوربه محترمه جدا جدا. اما تبرد بقى هعبيها كده في الفريزر وبس كده، واستخدمها بقى في وصفات كتير. الشوربه من الحاجات الحلوه جدا جدا في الفريزر، اعتمديها كده وخليها عندك ان شاء الله باذن الله. طريقه تعجبك جدا جدا وتكونوا استفدتوا كده ولو بحاجه بسيطه من الفيديو من تفريزات الفراخ بتاعتي. اعتمدوا الطريقه دي، هاتوا من دلوقتي يا بنات وربوا. اي حد مش بيعرف تربيه الفراخ، سهله جدا جدا، ما فيهاش اي افتكاسات ولا فيها اي حاجه خالص. هاتيلك 5 فرخات ربيهم كده جنبك في كرتونه، حطيهم في البلكونه، حطيهم في اي حاجه جنبك، هتنبسطي لما تذبحي كده. ولو انت مش بتعرفي تذبحي وديهم للفراجي يذبحهم لك، لو انت يعني مستصعبه الموضوع. بس الموضوع سهل جدا ما فيهوش اي حاجه. اعملوا يا بنات لنفسكم ولبيوتكم ولاولادكم. ربنا يا رب يسعدكم جميعا ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. وكل سنه وانتم طيبين. ربنا يا رب يعود علينا الايام جميعا بخير، ويهل علينا رمضان واحنا في احسن حال، وتكون سنه سعيده علينا جميعا وعلى حبايبكم وعليكم كلكم. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب الفيديو كان عجبكم. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم.